ده اقسم بالله انا ما نمت طول الليل. يعني ايه مفيش بصمه وراثيه؟ يعني ايه تقرير الطب الشرعي لدكتور ضياء راح على مكتب النائب العام من غير بصمه وراثيه؟ يعني ايه لما اجي اسال هو ازاي ما تمش بصمه وراثيه يقول لك اصل هم متاكدين انها جثته. هم مين اللي متاكدين؟ البصمه الوراثيه ما تمتش ليه؟ ما تمش ابلاغ اهله انه يروحوا يعملوها ليه؟ ولا هو تم ابلاغ اهله وهم اللي ما رضيوش يعملوها؟ انا عايزه حد يرد عليا. البصمه الوراثيه الخاصه بتحليل الدن ايه لتشريح جثمان دكتور ضياء العوضي ما اتعملتش ليه لحد دلوقتي؟ وازاي يتم تسليم التقرير وعلى مكتب النائب العام وما فيهاش التحليل بتاع DNA، ما فيهاش البصمه الوراثيه؟ حد يفهمها لي. وبعدين لما اجي اسال يروح حد رادد عليا يقول لي ايه لا ما احنا متاكدين ان هي جثته. انت عرفت منين انها جثته؟ لما انت قلت ان ملامحه مش باينه، لما جيت تشوف جثته قلت الملامح مش باينه، وان زوجته شككت انها جثته. فمنين دلوقتي عارفين انها جثته؟ وازاي ما يتمش برضه البصمه الوراثيه او يتعمل تحليل DNA للجثه وتتسلم للنائب؟ لا انا ضميري مأنبني من امبارح، انا مليون سؤال جوه دماغي، انا مش قادره اهدى، ضميري وجعني، ما نمتش عدل طول الليل. انا عماله افكر ازاي التقرير الطبي لجثمان دكتور ضياء وتشريحه تشريح الجثمان DNA ما اتعملش، والبصمه الوراثيه ما اتعملتش، وما تمش ابلاغ حد من اسرته او اسرته رفضت انها تروح تعمله. بناء على ايه عرفتوا انها جثته ومش عاوزين التحليل يتعمل وتم تسليم التقرير للنائب العام من غير DNA ومن غير البصمه الوراثيه؟ ما انا دي عايزه افهمها. هل ممكن التقرير يتسلم للنائب العام بدون البصمه الوراثيه؟ قالوا لي ممكن انه يتسلم التقرير ويكون ناقص لتحليل DNA، وبناء عليه بيتم ساعتها عمل مش عارفه زي تظلم، بيتعمل زي تظلم تمام، وبيرجع تاني يخاطبوا اهله انه لازم يعملوا. كل ده تاخير في التقرير، كل ده بيؤدي لتاخير في التقرير. انا عايز اعرف راسي من رجلي، انا ضميري مأنبني، انا عايز اعرف اخر القضيه دي ايه؟ ارسلنا على حل وارسلنا على مبدأ، والتقرير يتسلم ناقص الاركان ليه؟ والبصمه الوراثيه ما تمتش ليه؟ وما تمش ابلاغ اهله ليه؟ واهله يرفضوا ييجوا يعملوا البصمه الوراثيه ليه؟ لو ما كانش من عياله ففي اخوه، لو ما كانش اخوه عيلته في شويه شعر في المشط عند مراته يخصوه يتعمل عليه DNA، وترجعوا تقولوا لي يا اما فرج صوتك مزعج يا اما فرج صوتك عالي. ما من اللي بيحصل شوفوا لنا حل الله يبارك لكم في السريع، عشان كده مش كويس اللي بيحصل ده، كده مش كويس. في حلقات مفقودة، مش حلقة واحدة، دي حلقات في علامات استفهام. انا عايز اعرف علامات الاستفهام دي فين؟ حد يطلع